الرياضيه مستقبلا ان شاء الله. كتجروا جهضوا على ان الرجاء غتكون في العصبه، مع علم ان ما كيتوفرش شرط سنتين في التسيير في السبض. وحنا في الى كون المكتب ديالو في الرجاء الرياضي وبشكل قانوني، غادي يكون عنده ديك الساعه الامكانيه انه يكون في اللائحه ديال العصبه ان شاء الله. وانا تكلمت مع السي بدراوي وبدا الرغبه ايجابيه باش يكون في المكتب ديال العصبه. هو اعلن الاعرض واكبر شعار ديالو هو سياسه لا للكراسي الفارغه وتمثيليه الرجاء. الرئاسة من أنيس محفوظ لعزيز البدراوي، المرشح الوحيد لهذا المنصب، انتخب رئيسا للقلعة الخضراء بالإجماع في الجمع العام الاستثنائي مع منحه صلاحية تكوين مكتبه المديري. عزيز بدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم. واليوم كيف ما عاش الرأي العام الرياضي الوطني وخصوصا أنصار فريق الرجاء الرياضي العالمي محطة تاريخية حاسمة في مسار النادي بانتخاب رئيس جديد رجل الأعمال عزيز البدراوي. نال الثقة ديال المنخرطين، القاعدة الشعبية ديال فريق الرجاء والحكماء الممثلين في الرؤساء السابقين. أقنع بوعوده وبمشروعه وجاء بعزيمة لأن يصحح المسار وأن يعيد الرجاء إلى سكته الصحيحة. المرشح لرئاسة نادي الرجاء الرياضي عزيز البدراوي هو مطلب جماهير نادي الرجاء الرياضي. كنشوفوا أن هذا المطلب هذا عليه إجماع من جميع المكونات ديال النادي، لا جماهير لا جمعيات لا منخرطين. الأغلبية باغي عزيز البدراوي أنه يتولى الرئاسة ديال النادي. يدخلها نادي الرجاء بقيادة نسر جديد، وعد بالتحليق عاليا في